ورجعنا لحضراتكم من تاني مع واحد من اصحاب النجاح، واحد ليه بصمه مهمه جدا في مجلس اداره النادي الاهلي، الدكتور هشام العمري فاروق. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا كابتن. الف الف مبروك على درع الدوري في ظروف صعبه وظروف استثنائيه، فببارك لحضرتك. الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، الف مبروك للكابتن فتحي مبروك، الف مبروك طبعا للكابتن علاء عبد الصادق اولا، والف مبروك للكابتن فتحي مبروك، الف مبروك لكل الاجهزه الاداريه والطبيه، اللعيبه الناشئين ولاد النادي وذخيره واسلحه النادي الاهلي، الف مبروك ليهم لان هم دول الحقيقي اللي عملوا الانجاز الحقيقي. الف مبروك للجماهير الكبيره ديت اللي جايه ورا النادي في كل مكان وبتشجع فريقها تحت اي ظروف. يعني الواحد نفسه يبقى في وسطهم دلوقتي قبل من ان هو يكون بيسجل معاك بجد يا كابتن. يعني الف مبروك مره ثانيه، بس خليني اعرف منك ظروف استثنائيه، استلمتوا الرايه وكان في مديونيات كتير جدا في مجلس اداره، الناس بتشتغل في صمت، فانا بحييكم مجلس الاداره بقياده الباشمهندس محمود طاهر اللي انتم اشتغلتوا في صمت، ما سمعناش صوت عالي، في هدوء، واول بطوله مع النادي الاهلي درع الدوري. بص خليني اقول ان المهندس محمود طاهر ومجلس الاداره بالكامل لما جينا نشتغل احنا يعني متعودين في جميع مجالس ادارات النادي الاهلي وكلها بالكامل ان احنا بنشتغل تحت اي ظروف، بنشتغل لمصلحه النادي الاهلي. ما عندناش حد يطلع ونقول فلان قال وفلان عمل الكلام ده، بس انا مش عارف اتكلم طبعا بصوتي، يعني انا بصراحه المنظر وانا اروع من جماهير النادي يعني خلينا بقى نعدي السؤال ده دلوقتي ونقول الف مبروك لفرقه النادي الاهلي والف مبروك لجماهير النادي الاهلي، وحقيقي بجد انجاز رائع. وانا واحد من الناس سعيد جدا ان انا موجود في المجلس الاداره الحالي اللي حقق البطوله مع اللعيبه دلوقتي. يعني دكتور هشام حضرتك شايف درع الدوري مع اللعيبه والجماهير بكثافه، فرحه غير طبيعيه، هي وده جمهور النادي الاهلي العظيم اللي دايما بيقف ورا فرقته، جمهور النادي الاهلي اللي دايما مساند في منتهى القوه. تقول لي ايه الجماهير العظيمه دي؟ انا بقول لك انا اتمنى ان انا اكون دلوقتي في مقعد المشاهدين ومقعد الجماهير، لان انا طول عمري بشجع فريق النادي الاهلي ومن المدرجات من وانا صغير، يعني يمكن من وانا عندي 8 سنين و10 سنين مع والدي. فانا واحد من الناس دلوقتي شايف الجماهير دولت شباب بيحبوا النادي الاهلي، انا شايف نفسي فيهم، اتمنى ان انا اكون واحد في وسطهم دلوقتي حقيقي بجد. دكتور هشام ظروف صعبه جدا، اصابات كتير جدا السنه دي، الكابتن فتحي مبروك الله يكون في عونه، لكن كان جريء، استعان بالناشئين، الناشئين اثبتوا قدرتهم على قوه تيشيرت النادي الاهلي والمسؤوليه. تقول ايه للاعبين والكابتن فتحي مبروك؟ انا اقول للكابتن فتحي مبروك، انت رجل محترم، انت رجل اهلاوي، انت رجل المهام الصعبه، راهنت على اولادك الشباب وقدرت تكسب الرهان، واحنا راهنا عليك يا كابتن فتحي وكسبنا بيك الرهان. الف مبروك يا كابتن فتحي، ومهما يعني ما فيش كلمات شكر خالص اقدر اوفي بيها للكابتن فتحي مبروك غير كل الثناء والتقدير لهذا الرجل المحترم الاهلاوي المخلص للنادي الاهلي. خليني اسالك، النهارده في التدريب شايفين مدرب اسباني جديد، قدرتوا ان انتوا تتعاقدوا معاه بسريه تامه، زي ما قلت لك عاجبني جدا، هو ده السيستم داخل النادي الاهلي. انا بشكركم وكل جماهير النادي الاهلي بتشكركم اللي انتم بتشتغلوا في صمت، صوتكم مش عالي، مركزين في الشغل وبس. النهارده مدرب فني على اعلى مستوى بيقود الفريق المباراه الجايه امام الرجاء، اتكلمتوا معاه قلتوا له ايه عن النادي الاهلي؟ المدير الفني الجديد الاسباني السي في بتاعه الحقيقه قوي جدا جدا جدا، يمكن من اقوى سيفيات المديرين الفنيين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي. ان شاء الله يكون له بصمه كبيره جدا مع فريق كرة، ان شاء الله يكون التوفيق حليفه باذن الله. المهندس محمود طاهر اجتمع معاه وهو الكابتن علاء عبد الصادق، وهو الراجل يعني شاهد عديد من مباريات الفريق في الفتره السابقه وتابع الفريق، ويمكن هو حفظ اللعيبه، وهو راجل يعني معاه 3 لغات وراجل حافظ يعني وان شاء الله اللغه الرابعه باذن الله رب العالمين هتبقى اللغه العربيه، يعني اللي هي لغه النادي الاهلي بقى احنا خلينا نقول، ان شاء الله باذن الله رب العالمين. هو الراجل خد فكره كويسه وقويه جدا عن الفريق. المهندس محمود طاهر لما اجتمع معاه هو والكابتن علاء عبد الصادق نقلوا له كل التصور وقالوا له ان احنا نادي بطولات،
المركز الثاني بالنسبه لنا هو مركز خساره، لا نقبل الا ان نكون نحن البطل، الاهلي البطل كما عودنا. يعني احنا قلنا جمله يعني خلينا نكون ما زلنا عندها، كل حاجه في مصر اتغيرت الا ان النادي الاهلي ان شاء الله يا رب العالمين عمره ما هيتغير، ونحن ابطال وسوف نظل ابطال باذن الله يا رب العالمين. دكتور هشام بص اللقطه دي يا دكتور هشام، بتعبر لك بايه اللقطه دي؟ اللقطه درع الدوري اللي دايما جماهير النادي الاهلي بتحب اللي هي تشوفه داخل النادي الاهلي، لقطه تاريخيه بكل المقاييس. دي لقطه فيها، لا هي يعني يا كابتن شادي انا هختلف معاك، هي مش لقطه تاريخيه لان انا مش اول مره افوز بالبطوله. انا متعود على البطوله، ده الدوري 37 من 55 دوري. انا الحمد لله رب العالمين النادي الاهلي واخد اكتر من 120 بطوله. خلينا نقول اللقطه دي احنا متعودين عليها على طول. فريق النادي الاهلي عودنا في كل اجياله بالبطولات، لا نقبل الا ان نكون البطل. يعني انا مبسوط بقى من حاجه تانية ليك انت شخصيا، دايما الاقيك في كل المباريات سله يد طايره، هل دي عائله العمري فاروق دايما مسانده بكل قوه لكل الالعاب داخل النادي الاهلي؟ هو انا مبسوط ان انت متابع ان انا متابع بقى يعني الحمد لله رب العالمين احنا ورا النادي الاهلي. النادي الاهلي مش كرة قدم فقط، هو النادي الاهلي للرياضة البدنية. احنا عندنا 19 لعبة، مجلس الإدارة بيدعم كل اللعبات. كرة القدم هي واجهة النادي الاهلي، هي الواجهة المشرفة للنادي الاهلي زي ما الالعاب الاخرى العاب مشرفة. نتمنى ان شاء الله ان احنا نحصد فيها العام القادم باذن الله كل البطولات في كل الالعاب. بس يعني خلينا ان احنا نقول ايه، يعني عائله العمري، يعني يمكن العمري طلع في فتره من الفترات مع كابتن ايهاب وعرض صوره على قناه النادي الاهلي. الشخصيات المحترمه جدا. انا ليا الشرف ان انا اكون اخو العمري فاروق. خليني اقول لك احقاقا للحق، الراجل ده وهو وزير عمل شغل كبير جدا جدا. اتحاد الكوره الشكل الجميل اللي احنا شايفينه فيه، كان هو الراجل هو اللي صمم تصميمات ملاعب سباحه كتير جدا، شغل في اسوان واسيوط، احنا برضو بنشكره من خلالك يا دكتور. العمري من فاروق، الوزير العمري فاروق رجل محب للدوله، رجل محب للرياضه، رجل محب للنادي الاهلي بصفه خاصه، عضو مجلس اداره 13 سنه، ادى النادي الاهلي كتير من حبه واخلاصه وايمانه بالنادي الاهلي. خلينا يعني نبعد بقى عن ان احنا نقعد نتكلم شويه بقى عن الوزير. احنا دلوقتي عايز اخد منك كلمه اخيره اتفضل. للجمهور العظيم ده اللي هو حاجه النهارده وبيآزر اوقات الصعب، حتى شفنا الفريق وهو في الفندق الجماهير راحت بتساند خارج الفندق، لكن مكانهم الطبيعي المدرج. انا خليني اقول جمله كده اتقالت النهارده من بعض الشخصيات الاعلاميه، ولا داعي لذكر الاسماء، ان النادي الاهلي بيكسب بدون جمهور، بيكسب بدون جمهور، فاحنا مش محتاجين الجمهور في اي حاجه. لا معلش، انا ارض النادي الاهلي علشان كان في ناس كتيره قوي بتزايد على هذا الموضوع، ان النادي الاهلي لعب على ارضه الموسم اللي فات وفي بعض الانديه الثانيه ما لعبتش على ارضها. لا، النادي الاهلي ارضه مش ارض استاد القاهره، النادي الاهلي ارضه هو جمهوره. في وجود جمهوره انا ما عنديش مشكله تلعبني في اي حته في العالم، بس افتح لي الجمهور ان هو يحضر. جمهور النادي الاهلي دوت جمهور عظيم، جمهور مشرف، هو تاريخ للنادي الاهلي، هو عمل نجوم وعمل اسماء النادي الاهلي. ما نقدرش خالص ننكر وجودهم، ووجودهم في التدريبات ادى دفعه للولاد في عدم وجودهم في المدرجات في استاد القاهره. اتمنى تكون في نظره قويه جدا لعوده الجماهير للنادي للمدرجات، وان شاء الله يا رب العالمين نشهدها باذن الله، واتمنى ان هي يكون في مباراه الكاس باذن الله. دكتور هشام، في النهايه انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معايا النهارده، والف الف مبروك بدرع الدوري. العفو يا كابتن شادي، وان شاء الله يا رب العالمين نتمنى ان احنا نكون اوفينا في جزء بسيط خالص في كره القدم، اهداء لشهداء بورسعيد وشهداء النادي الاهلي، وهو درع الشهداء، واحنا بنهديه لشهداء النادي الاهلي في مجزره بورسعيد. وان شاء الله يا رب العالمين ان هي عمرها ما تحصل تاني يا رب العالمين، ان شاء الله ابدا. فهو اهداء للجمهور واهداء للشهداء، ونتمنى ان احنا نحصد كل البطولات اهداء لهؤلاء الابطال ان شاء الله. شكرا جزيلا. العفو يا كابتن.
هم 72 مش كده؟ معايا ومعاكم دلوقتي صاحب الفرح، انا عاوزكم تبصوا في عينيه قد ايه الراجل دوت بيستلم النادي الاهلي في اوقات صعبه جدا. المدربين المحترمين، ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين. كابتن فتحي مبروك، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن شادي، واهلا بقناه الاهلي وجميع مشاهدي قناه الاهلي، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وبقول لهم مبروك على البطوله الجميله اللي حققها النادي الاهلي. كابتن فتحي، ظروف صعبه، ظروف استثنائيه، دايما بتمسك في اوقات صعبه. بنقول لك الف الف مبروك من خلال صفحه قناه النادي الاهلي، فيها 1,200,000 ولا 1,300,000 كلهم باعتين بيباركوا للكابتن فتحي مبروك ابن النادي المخلص. والله انا بشكرهم اولا عشان هم دعوا لي يمكن قبل البطوله، وكانوا بيدعوا كده بروح، وكانوا بيدعوا بروح فعلا الجماهير العاشقه للنادي الاهلي، وربنا سبحانه وتعالى استجاب لدعائهم، والحمد لله حققنا بطوله في ظل ظروف صعبه جدا جدا مريت بيها، وفريق النادي الاهلي مر بيها في الفتره دي. كابتن فتحي، احساسك بايه؟ درع الدوري مسكت قبل كده، حققت الكاس في وقت برضه صغير، النهارده الكابتن فتحي مبروك، غياب عناصر مهمه من الفريق، بيدفع بالناشئين ما خافش وبيحقق الدوري العام. لا والله الحمد لله، انا خدتها مقاييس يمكن في ماتش المقاصه، وكنا ضمننا الوصول للدوره الرباعيه. لعبت الشباب الماتش المقاصه وماتش المنيا في الكاس، بعد كده ماتش الجونه، ودخلنا على الدوره الرباعيه. اللعيبه دي الحمد لله ابتدت تاخد ثقه، ابتدت تندمج مع لعيبتها، مع اللعيبه الكبار، ابتدت اللعيبه الكبار تديها خبرتها، حتى اللعيبه المصابين كانوا بيكلموا اللعيبه الشباب، ومن خلال الحمد لله اللقاءات دي اللعيبه دي اثبتت ان هي فعلا تستحق ارتداء الفانيلا الحمراء. وبالعناصر دي وبالعناصر حتى اللي كانت مصابه كابتن شادي وبالعناصر كلها، بحمد ربنا ان الحمد لله النادي الاهلي في عدد وافر من اللعيبه، ولاعيبه كلها فعلا تستحق ارتداء الفانيلا الحمراء. مهم جدا، وجماهير النادي الاهلي بتتساءل الكابتن فتحي اصعب المراحل اللي مر بيها الكابتن فتحي مبروك في المشوار خلال الشهرين دول، اصعب المراحل اللي مريت بيها. لا هي كلها حقيقي كانت كلها مرحله صعبه، لان زي ما قلت لك كابتن شادي انا جيت لقيت في اصابات كتير، لقيت طبعا في اعتزال للنجوم الكبار ابو تريكه ومحمد بركات واخيرا وائل جمعه، فلقيت المشوار عندي فيه صعوبه. يعني الفرقه لما تيجي تبص على الفرقه حتى الثلاثه اللي معايا في الدوره الرباعيه كلهم عناصر خبرات وعندهم بدائل كتير قوي. الزمالك عنده بدائل، بتروجيت عنده بدائل، ايضا سموحه فرقه كويسه جدا. انا كنت يا دوبك العدد محدود، وكنت طبعا في قلق، كان في شيء من القلق، ولكن انا قلت اخدها بجراءه، اتمدى على ربنا سبحانه وتعالى، وقلت اجازف وانا وحظي، فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى كافئنا وخدنا بطوله من اصعب البطولات اللي حصل عليها النادي الاهلي. كابتن فتحي، اهم اللاعبين اللي ساعدوك واللي انت اديتهم كل الثقه، هل هم مجموعه اللاعبين الصغيرين زي كريم بامبو ورمضان صبحي ومحمد حسن، مجموعه اللاعبين شايفينك بتدفع بيهم؟ هل خبرتك في قطاع الناشئين كنت عارف اللاعبين دي ونوعيتهم وشخصيتهم؟ لا بص والله يا كابتن شادي، انا مريت بهذه التجربه قبل كده، يمكن كانت مع الكابتن المرحوم محمود الجوهري في سنه من السنين، وحصل يمكن وحصل طبعا يمكن كان حصل 13 لعيب كانوا من الكبار، وحصل ان النادي الاهلي وقفهم، وانا اعتمدت اعتماد كلي، كنت انا مسكت الفرقه في هذه الفتره واعتمدت على كل فريق الشباب والناشئين، ولعبت ضد الزمالك وكسبت وعملت ماتش هايل. فالتجارب دي ما بتقلقنيش، التجارب دي ما تخوفنيش، لان الحمد لله برضو سنه 2003 في كاس مصر برضو كان عندي بعد الخروج من الدوري العام كان عندي عدد كبير من الشباب والناشئين، وقدرت برضو الحمد لله العب بيهم واخد بطوله الكاس، فعندي الحته دي ما بقلقش منها وما بخافش. كابتن فتحي مبروك، النهارده لابس كوفيه الالتراس، دايما بشوف حضرتك بتشد فيهم، بيجوا لك بيقاتلوا معاك قبل الماتشات ويروحوا لك الفندق رغم مكانهم الطبيعي، زي ما انا بكرر دايما المدرج، مش موجودين معاك في المدرج لكن بيروحوا لك وبيساندوك. تقول ايه جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي هي جت النهارده؟ يعني انا عايز بس اتساءل، اي حد النهارده في النادي الاهلي جوه النادي الاهلي النهارده بيشوف هذا الشباب الجميل، بيشوف الالتراس الجميل ده بيشجع فرقته وبيعمل صواريخ وبيعمل احتفاليه رائعه. يعني تخيل ان احنا لو ما ندخلش الالتراس ما تحسش النهارده بفرقه النادي الاهلي وما تحسش ان في احتفاليه. انا من كل قلبي بشكر الالتراس، بشكرهم شكر عميق، بشكرهم لان بقول لهم انتوا وقفتوا جنب النادي الاهلي في الفترات الصعبه جدا، وقفتوا مع النادي الاهلي في فتره البطوله الصعبه جدا دي، بشكرهم من كل قلبي، وبقول لهم انتوا فعلا شباب تستحقوا الاشاده وتستحقوا ان انا اقدركم جدا. ولكن ليا بس حاجه صغيره، اتمنى ان الشباب الالتراس في ان شاء الله في الموسم اللي جاي واللي بعديه يظهروا بالصوره الجميله والرائعه والطابلوه الجميل اللي احنا كنا بنشوفه منهم، والطابلوه الجميل اللي انا شايفه دلوقتي يظهروا بيه في ان شاء الله في السنه الجايه ان شاء الله. كابتن فتحي مبروك، ما ينفعش ننسى اهالي الشهداء
اللي هم جزء مننا، بنقول لهم دايما احنا في الحلوه وفي المره مع بعض. تقول ايه لاهالي الشهداء اللي هم فقدوا ابنائهم في سبيل حب النادي الاهلي وتشجيع النادي الاهلي؟ انا طبعا بقول لكل الشهداء ربنا يتولاهم برحمته، لان دول شهداء عند الله يحتسبوا شهداء، وبقول لاهلهم وذويهم ربنا يعوضكم خير وربنا يقدركم الصبر والسلوان، وبقول لهم انتوا جزء من النادي الاهلي لان ولادكم ضحت في سبيل تشجيع النادي الاهلي، وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب كده ان شاء الله تبقى في احتفاليات في النادي الاهلي ونتذكر الشهداء ونتذكر ان شاء الله ان احنا عندنا شهداء في بورسعيد. كابتن فتحي مبروك معايا، مجلس الاداره اداله كل الدعم بقياده الباشمهندس محمود طاهر، في ثقه في كابتن فتحي مبروك. تقول ايه لمجلس الاداره اللي هو بيشتغل في صمت وادى دوافع كتير جدا للكابتن فتحي مبروك المرحله الاخيره؟ لا انا شكر وتقدير المجلس الاداره طبعا كله برئاسه طبعا محمود بيه طاهر، لان هو فعلا اداني الثقه وادانا حريه الشغل وادانا ايضا دعم كويس جدا جدا في سواء من منظومه ماليه ومنظومه اداريه والكابتن علاء عبد الصادق وكل الناس، والحمد لله احنا ربنا وفقنا وادوني الثقه، والحمد لله انا كنت على قد الثقه دي، بشكرهم من كل قلبي وبقول لهم ربنا يوفقكم في الفتره اللي جايه ان شاء الله. برضو كل الشكر والتقدير لرجال الاعلام لانه ساندوا النادي الاهلي في الفتره دي حقيقي، كل الشكر والتقدير لاتحاد كره القدم لانه برضو يا كابتن شادي ما خضعش لاي مقاييس، ما خضعش لاي اعتبارات، والمسابقه مشيت ونجحت في ظل الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها البلد الحمد لله. يعني بشكر من كل قلبي اعضاء النادي الاهلي لاني كنت بسمع دعواتهم وانا ماشي بالجنينه وانا مروح، كنت بسمع دعواتهم. بشكر اعضاء النادي الاهلي فردا فردا وبقول لهم مبروك عليكم البطوله، وربنا دايما يخليكم مبسوطين، ربنا دايما يخليكم سعداء باحراز بطولات. كابتن فتحي ابو قلب طيب المحترم اللي دايما بيمسك اوقات النادي الاهلي في اوقات صعبه جدا. درع الدوري النهارده وشكله الجميل ودرع استثنائي في ظل غيابات، كابتن فتحي مبروك بيدفع بالناشئين. درع الدوري والاحتفاليه الجميله دي تمثل للكابتن فتحي مبروك. دي عندي الله يا كابتن شادي زي ما بقول لك كده عندي بالدنيا. يعني انا لما بحس بالالترس وبحس بالاحتفالات دي يعني مش عايز اقول لك بحس بتهز والله العظيم بتهز، بقول يا ريتني كنت لعيب، بقول يا ريتني مش مدرب، لا يا ريتني كنت لعيب. ودايما النادي الاهلي في انتصارات ودايما النادي الاهلي في احتفالات يا رب. ودايما الشباب الالتراس فعلا الدعامه الكبرى لفرقه النادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك، انا بشكرك شكرا انا اللي بتشكر يا شادي وبارك لك والف الف مبروك وانت في قلب كل اهلاوي. ربنا يخليك وكل سنه وانت طيب وبشكرك وبشكرك. شكرا رجعنا لحضراتكم من تاني مع واحد من صناع النجاح، واحد مع صناع بطوله الدوري العام. معانا الاستاذ عضو مجلس اداره الاستاذ عماد وحيد، برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن شادي، مبروك عليك، مبروك على جماهير الاهلي العظيمه الوفيه، مبروك على اللاعبين والجهاز الفني، وتحيه اعزاز وتقدير لرجل المرحله كابتن فتحي مبروك اللي قدم مثال لحب ناديه وانكار الذات. وانا على المستوى الشخصي بصرف النظر عن علاقتي الشخصيه بيه بأحييه وبقول ان اللي هو عمله ده انجاز مش ممكن حد تاني يعمله. انجاز عشان في صعوبات، في لعيبه كبار في مش موجوده، في اصابات، بيدفع بالناشئين ويقدر يحقق بطوله الدوري. اختيار موفق من مجلس اداره النادي الاهلي. النادي الاهلي دائما وابدا بيتواصل مع المرحله. النادي الاهلي شاف ان الكابتن فتحي مبروك بانتمائه وايجابيات تدريبه وخبرته هو رجل هذه المرحله، والحقيقه هو كان عند حسن ظن النادي ومجلس ادارته ومنسوبيه وجماهيره. خليني اقول لحضرتك بطوله الدوري العام بتمثل لمجلس اداره النادي الاهلي ايه؟ خصوصا ان مجلس الاداره كله عارف استلم السفينه في ظروف صعبه. فخليني اقول لحضرتك انا ببارك لكم على بطوله الدوري العام دي، وبتمثل بقى بطوله الدوري لحضراتكم ايه؟ الحقيقه كابتن شادي حضرتك راجل من ابناء النادي الاهلي اللي بنعتز بيهم، وتعلم كم كانت الصعوبات دقيقه. انا اسف، لكن جماهير النادي الاهلي الوفيه، جماهير النادي الاهلي المحترمه اللي دايما بتساند النادي الاهلي. خليني اقول لك
كل الفخر لجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي بتقف ورا فرقتها. طبعا مكانهم الطبيعي، وهكرر ورغم انف الحاقدين مكانهم المدرج، مش مكانهم اللي يروحوا يساندوا الفرقه عند الفندق. مجلس الاداره هيعمل ايه عشان يرجع الجماهير المحترمه دي؟ بص يا كابتن شادي، اول تحرك اتحركه مجلس اداره النادي الاهلي امبارح بعد ما خدنا بطوله الدوري والحمد لله، احنا اتجهنا ندور على جماهير الالتراس. قالوا لنا ان هم واقفين بره، طلعت لهم انا والمهندس محمود طاهر وباقي الزملاء، وقالوا لنا عند بانوراما اكتوبر كان عندنا استعداد نروح لهم، واتصلنا بيهم وجينا استنيناهم في النادي، لكن هم فضلوا ان هم يجوا يحتفلوا بلاعبتهم النهارده. ستظل جماهير النادي الاهلي كما كانت من قبل هي الدرع والسيف لهذا النادي اللي كلنا بنفخر ونعتز بيه. وانا الحقيقه مهما اقول لك ما عنديش كلمات تعبر عن المشهد اللي انا شايفه ده. يعني شايفين الدرع النهارده داخل النادي الاهلي واحتفال سريع جدا. ايه الفكره اللي جات لكم تاني يوم على طول بعد النادي الاهلي لما يحقق الدوري الدرع يبقى موجود، جماهير النادي الاهلي تبقى موجوده، وكل الناس جايه تحتفل، كل الاهلاويه في كل مكان، وقناه النادي الاهلي جايه عشان تغطي الحدث اول باول النهارده. تقول ايه على اليوم الجميل ده؟ كابتن شادي، الناس اللي بيتشرفوا بكونهم جوه مجلس اداره النادي الاهلي حاليا جايين لهدف واحد، اللي هو يعني مصلحه النادي الاهلي. احنا ما عندناش اي مصالح شخصيه، يمكن كمان وقتنا ما كانش بيسمح ان احنا نتجه للعمل عام زي كده، انما احنا حاطين خطه. من ضمن الخطه دي الاهتمام الاول طبعا كره القدم وخدمه الاعضاء. المرحله الاولانيه اللي تهم جماهير ال50 مليون اللي بيشجعوا النادي الاهلي، جماهير واعضاء ومنسوبين، الحمد لله اجتزناها وبنفكر في بطولات تانية ان شاء الله من اهمها الكونفدراليه. التحدي اللي موجود دلوقتي الصعوبات الماليه اللي احنا بنواجهها، لان احنا عندنا هدف لابد نحققه، وعندنا مشاريع عملاقه، وعندنا خدمه اعضاء. كل ده احنا بنعمل عليه بخطه وضعها مجلس الاداره ان شاء الله تتحقق على مراحل في فتره زمنيه. دلوقتي جالنا بطل الحفله النهارده اللي تعب فيه جماهير النادي الاهلي، وتعب فيه مجلس اداره النادي الاهلي، وتعب فيه كابتن فتحي مبروك وجهازه المعاون، وتعب فيه كمان اللاعبين الرجاله بمعنى الكلمه. كنا بنتكلم على ظروف استثنائيه، كابتن فتحي قدر يدفع بعدد من الناشئين، وكان فيه ثقه. احنا بنبارك لكم كلكم، شخصيات محترمه. في ايدينا درع الدوري دلوقتي الحمد لله، والاهلاويه دايما بيتمنوا ان الدرع يبقى موجود داخل النادي الاهلي. بنتمنى للاهلي وجماهير الاهلي وبلدنا كل خير وتقدير للناس وتقدير ليكم كاعلاميين. كان ليكم دور، وقفتوا جنب الناس، وقفتوا ورانا، ومهما تكون عندنا كلمات مش هنقدر نوفيكم حقكم. انا عايز اسمع منك كلمتين، كلمه للكابتن فتحي مبروك وكلمه لجماهير النادي الاهلي العظيمه. الكلمه الاولانيه اوجهها للكابتن فتحي مبروك. اللي انت حققته في بطوله الدوري ده لابد ان يدرس، زي ما درسوا معركه الدبابات بتاع حرب 73. الادوات اللي كانت مش بقلل من قيمه ناشئين، احنا طول عمرنا وكان برنامجنا الانتخابي الاهلي صناع النجوم. انما انا بقول له يا فتحي هذا الدوري هيدرس، والناس هتعرف قيمه اللي انت عملته، لان اللي هو عمله ده انجاز انا ما شفتوش. هتقول ايه لجماهير النادي الاهلي؟ جماهير الاهلي بكم نكون وبدونكم لن نكون. بكررها تاني، بكم نكون ومن غيركم لن نكون. في النهايه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، والف الف مبروك. الله يخليك، وكل الدعم ليكم، انتوا شخصيات محترمه جدا وقادرين ان انتوا تحققوا كتير للنادي الاهلي ان شاء الله. شكرا، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. يعني احنا موجودين النهارده، موجودين عشان خاطر درع الدوري. درع الدوري النادي الاهلي بيتعب بالعرق بالجهد، مش بالصوت العالي، وهو ده اللي احنا بنقوله دايما. احنا مش متعصبين ولا في اي ضغينه لاي حد، ولكن حبنا وانتمائنا لكيان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي المحترمه. انا بهدي الدرع دوت، انا سميته درع الشهداء. درع الشهداء اللي هم في مذبحه بورسعيد، اللي الناس دي قتلت عشان حبها للنادي الاهلي، دايما بتساند. بنقول لهم دايما احنا بنشكركم على ثقافتكم اللي انتوا بتسافروا ورا الفريق. ده كلام مهم جدا لازم نقوله، كلام مهم جدا لازم نقول لجماهير النادي الاهلي احنا في ظهركم، في ظهركم، بس عايزين نبعد عن التعصب، عايزين نحب نادينا بكل اخلاص، عشان دايما كل بطوله بيشارك فيها النادي الاهلي هي هدفنا المركز الثاني زي المركز الاخير.
ورجعنا لحضراتكم من تاني مع واحد من صناع النجاح، مدير عام النادي الاهلي اللواء محمود علام. برحب بحضرتك. اهلا بيك يا شادي، اهلا بيك في النادي الاهلي بيت الرياضه المصريه. الف الف مبروك درع الدوري، اكيد بتبقى مطمن وهو موجود داخل النادي الاهلي. طبعا والحقيقه هو وحشني جدا انه بعد عني اسبوعين. اخر 10 سنين الدرع عندنا في المكتب، فغاب عننا اسبوعين، وحتى حاولوا في المكتب ينظفوا مكانه، قلت لهم لا خليه مطبع مكانه لانه راجع كمان اسبوعين. الحمد لله رجع لمكانه وبيته. بدايه مشوار لمجلس اداره ببطوله مهمه جدا، لاستقرار، بتدي هدوء، بتدي تفكير. وعجبني وبكرر تاني الكلمه دي في الحلقه النهارده، اللي انت بتشتغل في صمت، وادي سمات الاداره داخل النادي الاهلي. الحمد لله مجلس الاداره الحقيقه من اول يوم ما شافوش يوم راحه، يعني دي مش بقولها ليس اقولها تملقا، لكن انا بشوفها من كميه عدد الاجتماعات اللي اتعملت، سواء كانت على مستوى مجلس الاداره او المكتب التنفيذي او الاجتماعات بتاعه اللجان، وكل التعاقدات اللي اتعملت. الحقيقه ده كلل مجهودهم في 3 شهور، الانجازات اللي اتعملت تحسب ليهم، وربنا برضو كافئهم بالفوز ببطوله الدوري علشان يدي دفعه معنويه كبيره جدا لجهاز الكوره في الفتره اللي جايه، وخصوصا ان احنا بنجدد وبنغير في الفرقه، فدي هتدي دفعه معنويه جامده لاداره الكوره عشان تجدد الفرقه بالراحه، مفيش صربعه، مفيش استعجال، الفرقه بتكسب بطولات وفي نفس الوقت بتجدد دماء الفريق. اختيار الكابتن فتحي مبروك. دايما الكابتن فتحي بيجي في الاوقات الصعبه، كان معانا الدكتور هشام العمري فاروق، وكان معانا الاستاذ عماد وحيد، اتكلموا معانا شكروه يعني بشكل كبير جدا. تقول ايه للكابتن فتحي مبروك اللي دايما ابن من ابناء النادي المخلصين، اللي قدر يحقق بطوله في ظروف استثنائيه وظروف صعبه؟ هو ده ابن النادي الاهلي. كابتن فتحي مبروك انسان رائع في شغله، في اخلاصه، في تفانيه، في اخلاقياته، في قيمه، في شيمه. يعني ما حصلتش في تاريخ النادي الاهلي ان هو بيسيب مكانه وبيحضر المؤتمر الصحفي للترحيب بالمدير الفني الجديد، بيسلمه الرايه، بيديله التقرير بتاعه بيقول له هي دي اخلاقيات ولاد النادي الاهلي. هي دي اخلاقيات ولاد النادي الاهلي، وفتحي مبروك ابن من ابناء النادي المخلصين، وهيفضل هو دائما الابن البار للنادي الاهلي. وانا زي ما قلت عملها مره ثانيه، جه في وقت صعب وخد البطوله، وعملها قبل كده وانت تفتكر. اخذ الكاس قبل كده، وكان معاه كابتن محمود الخطيب مشرف عام على الكوره. خليني اعرف منك، خفت لما كابتن فتحي دفع مجموعه من الناشئين المتميزين، انا مش هقول اسم عشان ما انساش اسماء، لكن الناس حست ان النادي الاهلي خلاص مش عايز صفقات، عندنا يقول لك عندنا جماهير النادي الاهلي بقت تقول دايما بتتابع معانا في قناه النادي الاهلي، خلاص هو دي ولاد النادي الاهلي اللي يتحملوا المسؤوليه، شافوا فيهم الثقه والروح والشخصيه، شافوا فيهم كل حاجه محترمه. هو الشباب هياخد دوره في المرحله الجايه، بس لازم برضه تدعمهم بصفقات قويه عشان ما يعوش. لازم التجديد يكون في حدود 3-4 في كل مباراه، ما تقدرش تجدد اكتر من كده، والشباب اثبت ان هو ليه دور وهيكون ليه مكان في الفريق، ودوت دفع كابتن فتحي مبروك، لانه طبعا دولت هو مطلعهم من تحت، فهو حاسس بيهم وقايسهم، فهو لما دفع بيهم كان دفع بيهم مجبر، دي حاجه، وكان مقتنع بيهم وبامكانياتهم، والحمد لله ربنا وفقه وادى للنادي الاهلي انا بقول 10 مليون جنيه. خليني بقى اسالك سؤال مهم جدا، لان دايما واتفقنا وعهدنا معاهم اسر الشهداء، بنقول لهم في الفرحه وفي الحزن وفي كل الاوقات احنا معاكم، مش هنقدر ننساكم ابدا. درع الدوري انا سميته درع الشهداء، زي وكمان قريت تصريح الباشمهندس محمود طاهر قال ده درع الشهداء. انت مريت بالظروف الصعبه كلها، عارفهم كلهم بشكل كبير، تقول لهم ايه وتطمنهم تقول لهم ايه؟ اقول لهم انا ختمت بيها النهارده، قلت لهم لم ننساكم ولن ننساكم، ودي كلمه دايما بكررها في كل مناسبه، وبيثبت مجلس اداره النادي الاهلي واداره النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي اننا لم ننساهم ولن ننساهم. في قمه فرحنا وفي قمه انتصارنا كان اول قرار لمجلس اداره النادي الاهلي في المقصوره بعد الفوز بالدرع تسميه درع الدوري لهذا العام بدرع شهداء النادي الاهلي،
تكريما للناس اللي بذلت ارواحهم في سبيل تشجيع النادي الاهلي في مباراه رياضيه في ملعب رياضي واتخذوا غدر، لكن احنا بنقول لم ننساكم ولن ننساكم وستظل دائما في ذاكرتنا في العقل وفي القلب دائما. سيادة اللواء محمود علام، كلام محترم جدا منك. جماهير النادي الاهلي العظيمه اللي جت النهارده بكثافه ودايما موجوده في الاوقات الصعبه قبل الاوقات الطبيعيه العاديه، تقول ايه لجماهير النادي الاهلي اللي هي دايما حصن ودرع النادي الاهلي؟ بقول لهم استمروا على تشجيعكم الجميل وتأييدكم لفريق النادي الاهلي سواء فائز او مهزوم، لكن احنا عايزين نطور الاداء بتاعنا وما نعملش تجاوزات علشان نكمل المنظومه الرياضيه بعوده الجماهير للملاعب. دي مش هتتم الا بالتزامهم صح في الملعب واعطاء الفرصه للخصم ان هو يحتفل ويشجع وكل حاجه دون الخروج على المألوف. في النهايه بشكر حضرتك شكرا جزيلا والف الف مبروك. وحضرتك من الشخصيات المحترمه جدا والوفيه للنادي الاهلي، فانا بشكر حضرتك والف الف مبروك. متشكر جدا وشكرا لقناه الاهلي في زيارتها ومشاركتها احتفالاتنا بهذا الفوز. اشكرك شكرا جزيلا. ليله وليله معانا اثنين من محبي النادي الاهلي، من اعضاء النادي الاهلي المخلصين، دايما متواجدين مع النادي الاهلي في كل مكان. النادي الاهلي يجيب البطولات من اليابان تلاقيهم موجودين، من افريقيا تلاقيهم موجودين، من داخل النادي الاهلي تلاقيهم موجودين. حاج احمد عبد الصادق برحب بيك. برحب شكرا كابتن شادي، وبنرحب بيك وبنرحب بالقناه وبرنامج الجميل ده، وبنشكرك على الحاله اللي انت عملتها في قناه الاهلي بصراحه، يعني مش عشان انا طالع معاك. الحمد لله. حاج محمد يوسف برحب بيك. الله يخليك يا شادي، والف الف مبروك علينا ورمضان كريم. وبالمناسبه اقدر ابارك لك على البرنامج على الهوا، وانا باركت لك عليه قبل كده، واشكرك فعلا زي ما الحاج احمد قال على الحاله اللي انتوا عاملينها والتفاعل اللي بين قناه النادي وبين الجماهير. انا هسالكم سؤال مشترك، تقول ايه مجلس اداره النادي الاهلي، تقول ايه لجماهير النادي الاهلي، تقول ايه للكابتن فتحي مبروك اللي ابن البار للنادي الاهلي؟ انا هبدا بالكابتن المحترم الخلوق، الراجل اللي عينه صائبه على اللعيبه، كابتن فتحي مبروك. بقول له متشكرين جدا جدا، ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين. بقول للمجلس الاداره متشكرين جدا على الحاله الجميله اللي انتوا عملتوها لنا، وان شاء الله مزيد، وانتوا بتشتغلوا في صمت، وشفنا 3 لعيبه الاخرى ولسه في جديد احنا عارفين. بقول للجمهور العظيم ده عاوزين نبدا دوري جديد بدون تعصب بدون اي حاجه. احنا عارفين ان انتوا بتعملوا تورتايه جميله في كل ماتش وبنشكركم عليها في الاخر، ولكن نتمنى ان شاء الله المباريات الجايه تحضروا، لان انتوا اللعيب رقم 1 للنادي الاهلي، ودي بطولات النادي الاهلي ده 8 سنه، وان شاء الله عقبال ما يبقوا 16 سنه ان شاء الله باذن الله، يعني عقبال ما يبقوا 16 سنه. الميكروفون مع اخويا وحبيبي الكابتن محمد يوسف. يعني يا استاذ محمد زي ما قلت لك النادي الاهلي ورا النادي الاهلي في كل مكان. الحمد لله. ناس دايما بتتكلم وبتزايد على جماهير النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي الالتراس قوه، لكن جماهير النادي الاهلي في كل مكان وانت واحد منهم. جماهير النادي الاهلي انا ما زلنا بنقول ان احنا 80 مليون، احنا 80 مليون والبقيه على ويتنج ليست جايين ورانا، مصر كلها اهلاويه. جمهور العظيم ده طول ما هو موجود، والجماهير اللي في البيوت هنتننا ورا النادي الاهلي في الحلوه وبالمره، والاهلي بمن حضر. سؤال اخير سريعا، انتوا الاثنين درع الدوري بيمثل لكم ايه؟ بيمثل لنا روح، وده حاجه احنا متعودين عليها. احنا ما فيش حاجه عندنا التاني عندنا زي الاخير زي ما انت قلت يا كابتن شادي، وبنبارك لجماهير النادي الاهلي العظيمه كلها جوه مصر وخارج مصر. درع الدوري في بيته في النادي الاهلي برضه، عشان اقول في بيته في النادي الاهلي لازم نبارك لكل الناس، لسيد عبد الحفيظ، لمحمد يوسف، لمجلس الاداره القديم، حتى لتريكا وبركات اللي اعتزلوا، لوائل جمعه، لمتعب. الف 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 مبروك لكل الاهلاويه، مبروك ليك يا شادي. الف الف مبروك. اشكرك. معانا واحد من صناع النجاح، طارق من عمال النادي الاهلي، دايما حارس هو اللي واخد الشهرة، ولكن طارق بيبذل مجهود كبير مع سيد وحنفي ومكي وكل الناس، انا مش عايز انسى حد. طارق درع الدوري، انت واحد قديم عاصرت اجيال كتير جدا داخل النادي الاهلي، تقول ايه على درع الدوري ده في ظل اللي فيه ظروف صعبة مر بيها النادي الاهلي، غيابات لعيبه كبار، دفع بالناشئين، انت شايفه ازاي يا طارق؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم يا كابتن شادي، انت عارف الدوري ده طبعا، علي صوتك بقى طارق. انت عارف الدوري ده طبعا جاي بعد معاناه، وقوف دوري، وكان الاطرس واللي حصل في بورسعيد، فالدوري ده غالي قوي.
من الناس اللي اشتركوا فيه كلهم، مجلس الاداره مع الجهاز الفني، مع اللعيبه، مع الناس اللي بطلت، مع الناس اللي موجوده، مع فرقه الشباب، كابتن فتحي مبروك، كابتن محمد يوسف، كابتن سيد عبد الحفيظ. الناس دي كلها اشتركت لان دول ولاد النادي الاهلي، فده الطبيعي بتاع النادي الاهلي، بيلعب على بطوله، فاحنا لازم نكون اول. التاني ده يبقى احنا ما لعبناش كوره. احنا النادي الاهلي نمره 1 في مصر، نمره 1 في افريقيا، فالحمد لله ربنا بيكافئنا عشان احنا رجاله مع عمان مع كله. انا عايز اقول لكم على حاجه، لو احنا بنتكلم على جماهير قوه، لو احنا بنتكلم على لعيبه، لو احنا بنتكلم على اجهزه فنيه، فانتوا ليكوا دور مهم جدا ما ينفعش اللي احنا ننساه. عمال النادي الاهلي المحترمين المخلصين اللي دايما يعني كل طلبات اللعيبه بتبقى موجوده. ربنا يخليك كابتن شادي، طبعا انت حضرت معانا وشفتنا، فكل الرجاله هنا انا مش عايز انسى حد، حنفي ومكي وسيد عواد وحارس وكل العاملين بالنادي معانا وسالم والناس دي كلها تعبت، وانت عارف احنا بنشتغل في صمت، فالحمد لله ده اقل واجب واقل حاجه جينا. الحمد لله يا كابتن، الحمد لله يا كابتن، الحمد يعني لله. انا هاخد الكلمه من طارق، في ناس مش موجودين معانا دلوقتي، كابتن محمد يوسف، الكابتن سيد عبد الحفيظ، كابتن هادي خشبه، الناس دي جزء من النجاح في بطوله الدوري، لازم نقول لهم الف الف مبروك ونشكركم. انتوا ابناء النادي الاهلي برضو مخلصين، سواء تبقى موجود او مش موجود. مهم جدا اللي احنا برضو ما ننساش الكباتن الكبار دولت اللي هم ساهموا في النجاح. ناخد فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة دن النادي الأهلي المصري رقم 1. العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. أجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب والكل في واحد، ونتيجة دن النادي الأهلي المصري رقم 1. العالم شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 واحد. معانا واحد عريس الفرح النهارده، رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الباشمهندس محمود طاهر، صاحب انجاز كبير، بيشتغل في صمت. الناس دي عارفه هي بتعمل ايه رغم الظروف الصعبه اللي هم استلموا فيها النادي الاهلي، ودي الحقيقه ودي الامانه اللي لازم نقولها، لكن وشهم حلو. اول بطوله دوري عام بعد وقت صغير جدا. الف الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن شادي، متشكرين ومبروك للجمهور ومبروك للابطال اللي حققوا هذا النصر. واحب اقول ان الدوري السنه دي مجلس الاداره واخد قرار انه يبقى باسم شهداء النادي الاهلي، لانه اول دوري يكمل بعد حادثه بورسعيد، وان شاء الله اللي عمرها ما تكرر تاني في تاريخ مصر.
وباذن الله باذن الله هيفضلوا في قلوبنا وهنفضل فاكرينهم طول عمرنا، وهيبقى ده الدوري اللي بيؤرخ لشهداء النادي الاهلي اللي ماتوا واستشهدوا في حب النادي الاهلي. باشمهندس محمود، جماهير النادي الاهلي كانت مبسوطه، دايما كنا سبورت من خلال القناه بنحاول نشوف الاراء ايه، كانوا مبسوطين جدا اللي مجلس الاداره بيشتغل في صمت. اختيار الكابتن فتحي مبروك، الراجل اشتغل، ابن من ابناء النادي المخلصين، في الاخر بطوله دوري. أنا عايز اقول الحقيقه انه الكابتن فتحي مبروك ده مثال وقدوه لكل اهلاوي وكل لعيب اهلاوي. الراجل ده بيعبر عن النادي الاهلي بجد، وانا عايز اقول انه كابتن فتحي لما اتكلمت معاه عشان يمسك الفرقه بعد الظروف اللي مرت بيها، احنا طبعا عارفين الفرقه كان ظروفها ايه في اول الموسم، واحنا استلمنا الفرقه في ترتيب متاخر في مجموعته، والحمد لله انتهى بفوزهم بالدوري. فتحي مبروك تصدى للمهمه بكل شجاعه وبكل بطوله، وقدر يعمل حاجه رائعه تسعد جماهير النادي الاهلي وتسعد النادي الاهلي ودون مقابل. والراجل طلع قال انا تحت امر النادي الاهلي في اي مكان وفي اي وقت، وفتحي مبروك هيكرم تكريم يليق بيه كلاعب وكمدير فني وكابن من ابناء النادي الاهلي. انه فتحي مبروك ده انا في رايي انه ظاهره يجب ان تدرس لكيف يكون ابن النادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي ازاي يعبر عنه. انا مش عايز اطول عليك، بس في اسئله مهمه جدا كل الاهلاويه بيتابعونا دلوقتي وكانوا مستنيين لحضرتك تتكلم. كان في صمت، صفقات قويه جدا للنادي الاهلي، قدرت ان انت تجيب مدرب على اعلى مستوى، مدرب عالمي للنادي الاهلي. بتوعد ايه بعد بطوله الدوري جماهير النادي الاهلي؟ توعدهم بايه؟ ان شاء الله وباذن واحد احد احنا ناويين نعمل فرقه ما اتكررتش في النادي الاهلي قبل كده، مع كل الاحترام لفرق النادي الاهلي اللي انت لعبت فيها دي. لا معلش، طبعا فرق النادي الاهلي عظيمه طول عمرها، الاجيال كلها بتسلم بعض، الاجيال كلها بتسلم بعض، انما احنا بنحاول نبتدي بنظام جديد وبسياسه جديده، الا وهي الاعتماد تماما على الناشئين. احنا كان في يوم من الايام النادي الاهلي بيخرج من الناشئين وبينتشروا في جميع انديه الدوري الممتاز وجميع انديه مصر، وبيطلع لنا 4-5 سوبر ستارز كل سنه. ان شاء الله هنعيد هذه التجربه وهنبني الفرقه دي، وانا بطالب الجماهير برضو ان احنا الفرحه ما تخليناش ناخد غرور او ثقه زياده عن اللزوم. احنا عايزين نبني فرقه كويسه تستمر معانا، ونبني سياسه تبتدي تعتمد على اولاد النادي لسنوات قادمه كثيره. باشمهندس محمود، حضرتك قلت الجماهير دي الجماهير الوفيه اللي بتقف وقت الصعب مع النادي الاهلي، دي قوه حقيقيه. هو النادي الاهلي ولاعيبته حتى الناشئين بيستمدوا قوتهم من الجماهير. خليني اسال حضرتك سؤال مهم جدا، عايزين نشوف جماهير النادي الاهلي في المدرج، هنعمل ايه؟ احنا بنعمل كل المحاولات ان شاء الله ان النادي الاهلي بيخاطب كل المسؤولين في الدوله لرجوع الجماهير ان شاء الله بدءا من الموسم القادم. احنا عارفين الحساسيه وعارفين الدوله كلها مرت بايه ومقدرين ظروف الدوله عموما، انما احنا ان شاء الله بنعد الجماهير ان احنا لن نقصر في ان احنا نجيب الجماهير اللي انا من اول يوم وصفتهم ان هم قاطره النادي الاهلي، هم القاطره اللي بتقود فريق النادي الاهلي وفرق كره القدم وفرق الالعاب الرياضيه كلها، مش بس في الكوره، في كل الالعاب. الجماهير العظيمه اللي احنا شايفينها دي لما بتبقى في الصاله المغطاه او في الاستاد بتدي دفعه غير طبيعيه للفرق بتاعتنا، وبتبث الروح بتاعه النادي وبتبث روح الفانيلا الحمراء. وانا يعني مش قادر اقول اعتزازنا وحبنا للناس دي قد ايه. كل اللي بطلبه منهم بارجوهم الالتزام واثبات ان هم بيحملوا روح النادي الاهلي وانضباط النادي الاهلي، وعشان نكمل ونبدا موسم جديد. من غير الجماهير دي مش هيبقى موسم كوره، لو الجماهير دي ما رجعتش الملاعب مش هيبقى عندنا كوره يا شباب. وبطالبهم ان هم عليهم عبء كبير جدا ان هم يساعدونا كمجلس اداره وكفريق ان احنا نستمر في السياسه اللي احنا عاملينها بالالتزام والانضباط واحترام مؤسسات الدوله كلها، وان شاء الله نستمتع معاهم بكل المباريات الموسم الجاي. حضرتك كنت بتروح الاستاد وانفعالات في الماتشات كانك بتلعب بالظبط، شفت مجموعه الناشئين الرجاله اللي هم لابسين تيشيرت النادي الاهلي ازاي؟
لا طبعا حاجه تفرح، حاجه تسعدنا، وده زي ما بقول لك يا كابتن شادي يعود الفضل في الاول والاخير للكابتن فتحي مبروك اللي بيسلم الرايه النهارده لاخوان كارلوس بطريقه محترمه وتدل على حب وانتماء لهذا الصرح. هي دي اخلاقيات الاهلي، هي دي اخلاقيات النادي الاهلي، حب وانتماء للنادي بغض النظر انا فين من هذا المكان، انا في الاداره، انا بره الاداره، انا في المدرج، انا بره المدرج، كلنا بنعمل كمنظومه واحده وان شاء الله ربنا. احمد فتحي مستمر مع النادي الاهلي؟ انا بتمنى ذلك. احمد فتحي طبعا انا بتمنى له انه يوفق في الاحتراف لان ده شرف لمصر، انما انا بتمنى ان احمد فتحي يستمر في النادي الاهلي، ان احمد فتحي ابن من ابناء النادي الاهلي اللي بيدوا في الملعب وروحه بتعبر عن النادي الاهلي برضه، وبتمنى استمراره ان شاء الله. باشمهندس محمود طاهر الف مبروك وكل الدعم ليك، حضرتك من الشخصيات المحترمه جدا، جمعيه عموميه بتثق فيك ثقه كبيره، جماهير النادي الاهلي بتثق فيك ثقه كبيره جدا، والمسؤوليه اللي حملتها لنا الجمعيه العموميه واللي حملوها لنا الجماهير دي ان شاء الله نبقى عند حسن ظنهم. الف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا كابتن شادي، شاكر جدا حبيبي، شاكرين. دلوقتي كان معانا رئيس النادي الاهلي اللي الراجل بيشتغل في صمت، زي ما قلنا لحضراتكم مش مهم جدا اللي انت يبقى صوتك عالي، مش مهم جدا اللي انت يبقى كلام كتير وخلاص، لكن المهم اللي انت تشتغل، لعيبه تحصد بطولات، لعيبه تجيب انجازات، الدرع موجود داخل النادي الاهلي وهو ده المهم، هو ده المهم. الفرحه مع الجماهير العظيمه دي اللي هي جت. انا ليه اتكلمت على الجماهير كتير النهارده؟ لان انا قلت لكم لما نتكلم بصراحه نقول لجماهير النادي الاهلي اللاعب رقم واحد، اللاعب اللي بيدي قوه، عشان كده دايما اللعيب اللي تلاقيه متخاذل ما يقدرش يستحمل تيشيرت النادي الاهلي وعظمه النادي الاهلي ما بتلاقوش موجود غير موسم او موسمين بالكتير قوي لو قعد، لكن اللعيب اللي بيقدر يستحمل ضغط الجماهير المحترمه، الجماهير العظيمه اللي دايما ما بتقبلش غير بالمركز الاول، دايما بتلاقيه متواجد ويبقى نجم النجوم. كان معانا كل الناس النهارده، اعضاء مجلس الاداره، كان معانا جماهير، كان معانا لاعبين، كان معانا اعضاء النادي الاهلي المخلصين. مش عارف اقول ايه بصراحه، مشاعر جميله، الفرحه بتبقى حلوه، الفرحه بيبقى في كلام كتير جواك عايز تقوله، ولكن الانجاز هو ده النادي الاهلي، هو ده عظمه النادي الاهلي. اتمنى من كل الناس اللي بتحب النادي الاهلي واللي ما بتحبش النادي الاهلي تدرس ازاي النجاح ده بقى موجود، تدرس ازاي الناس دي من غير جماهير متواجده معاها، من غير صفقات قويه جدا ما كانتش موجوده، من غير لعيبه كبار اعتزلوا، من غير حاجات كتير جدا وبيحققوا الانجازات والبطولات. هو ده اللي انا بتكلم عليه، هو ده عظمه النادي الاهلي، هو ده حب النادي الاهلي، ما جاش من فراغ. خليني اخد فاصل سريع وارجع اكمل مع حضراتكم. النادي الاهلي المصري رقم واحد، العالم شاهد